وليس في إمكانه أصلا كبشر. ومن هنا السؤال العبيط، سموه هكذا السؤال العبيط، السؤال الأهبل، السؤال العبيط: لماذا لم يحرم الإسلام الرقيق؟ هو كان يستطيع؟ الإسلام لا يستطيع أن يقول انتهينا، مؤسسة الرق ألغيت. هذه مؤسسة اجتماعية تاريخية طبعا عبرت أزمانا وحقبا تاريخية ممتدة وفي معظم الحضارات والثقافات، لكن الإسلام كان له خطة حكيمة جدا أن يجفف منابع هذه المؤسسة شيئا فشيئا. وكما نقول دائما، هو ضيق المدخل ووسع المخارج. لو سرنا على الخطة القرآنية تلقائيا بعد 100 سنة 200 سنة كان ينتهي الرق ونحوز شرف إنهائه. لكن بني أمية وبالذات بني العباس لا، أعادوها جذعا، والحريم وآلاف النساء والعبيد والأولاد والإمارة أيمانكم، قصة طويلة. عكسوا مشوار القرآن الكريم، عكسوا توجهه، ناكدوه أيها الإخوة، ناكدوا التوجه القرآني، قلبوا رأسا على عقب. هذا هو. أما أن يأتي الإسلام يقول انتهى الرق سأنهيه بضربة واحدة، لا يستطيع. هذه مؤسسة عميقة عبر التاريخ، عابرة كانت للثقافات والحضارات، كل الثقافات والحضارات عرفتها تقريبا وبررتها، لكن الإسلام بالعكس هذبها كثيرا وعاداها بأكثر من وجه وحب أن ينهيها بطريقة خاصة. فهذا سؤال عبيط، هذا سؤال عبيط. ادعاء الإنسانية والرحمة بأثر رجعي. تأتي الآن في القرن 21 وتتساءل بقيم القرن 21 حقوق الإنسان، ليه الإسلام ما عملش هذا؟ مش هكذا، مش هكذا الفكر، مش هكذا الفهم على كل حال أبدا. هذا أيضا لا يقوم به مفكر جاد، مفكر جاد. واللي كان فعلها المسيح من قبل ما يفعلها المسيح، ما يفعلها موسى، لا ما يفعلهاش، لا المسيح ولا موسى ولا محمد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة العبيطة، طريقة غير المتقنة فكريا.